كذا ننجو من شماتة الأعداء. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الإنسان لما بيقع عليه أي بلاء أو أي مصاب أو أي ابتلاء أكيد بيحزن وبيتألم ألم شديد، لكن الألم بيزداد في القلب عندما يرى شماتة الأعداء في مصابه. لما الإنسان يصاب بمصيبة بيتعب ويتألم، احنا بشر في النهاية، لكن بنرضى بقضاء الله ونصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. لكن بيزداد الألم لما نشوف أعدائنا شمتانين في مصيبتنا. علشان كده عشان ننجو من شماتة الأعداء لازم نعمل حاجتين. أول حاجة نتعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. من الذي أمرنا بذلك؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فأمرنا النبي أن نتعوذ بالله من شماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء تجعل المصيبة مصيبتين أو 10 مصائب، لأن على قدر الشماتة على قدر ما بيكون الألم والحزن في قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الأمر الأول التعوذ بالله من شماتة الأعداء. رقم 2 التجلد والتجمل أمام الناس عند المصائب والفقر والبلاء. يعني الإنسان لو أصيب بمرض أو ابتلاء أو ضاع ماله أو فقد أحدا من أحبابه فلا يشتكي همه إلا إلى الله. ليه بقى؟ لأن الإنسان لو اشتكى همه للناس، فالناس كم نوع؟ الناس نوعين، إما محبين وإما شامتين. فالمحب يتألم ويحزن لأحزاننا، والشامت والكاره يشمت في مصابنا ويجعل المصيبة مصيبتين أو أكثر. واضح كده؟ يعني حضرتك لو حصل لك بلاء، ربنا يعافيك يا رب من كل بلاء ومن كل مصائب الدنيا يا رب العالمين. لو أصبت ببلاء ما تشتكيش همك إلا إلى الله، لأنك لو اشتكيت همك لأحبابك هيحزنوا ويتألموا لألمك، ولو شكيت همك لمن يشمتون فيك هيزيد الألم في قلبك بشماتة الأعداء. فاشتكي همك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني معنى كده يا شيخ إن أنا حتى ما فضفضش مع حد، لا، فضفضي مع الناس اللي تطمئني تماما ان هم لن يشمتوا فيك، ولكن لما تذكري المصاب اذكريه بكل صبر ورضا حتى لا تدخلي الحزن والألم على قلوبهم. بعدين عشان كده لذلك الإنسان فلا بد أنه يحرص كل الحرص على أن هو تكون شكواه لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضاء، قدم النبي هو أصحابه، وكان أصحابه كان بعضهم أصيب بالحمى في المدينة المنورة، فكفار قريش شمتانين فقالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة المنورة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كفار قريش ما يشمتوش في النبي والصحابة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، وفي رواية أراهم من نفسه اليوم جلدا، يعني قوة وثبات ما شاء الله. ثم استلم النبي الركن وخرج يهرول هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى تعجب كفار قريش وقالوا: هؤلاء الذين قلتم أنهم قد أنهكتهم الحمى إنهم أجلد من كذا وكذا، يعني أقوى من كذا وكذا. ولما استأذنوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن كل الصحابة أجمعين، استأذنوا عليه في بداية السكرات، وإذا به يقول لأهله: أجلسوني، فأقعدوه فجلس متمكنا يظهر العافية. فلما خرج عواده أي الذين جاءوا لزيارته قال معاوية هذه الكلمة، قال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضع. إذا ابنتي الغالية حتى ننجو من شماتة الأعداء علينا خطوتين. الخطوة الأولى نستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. الخطوة الثانية إن احنا نتجلد ونتجمل أمام الناس عند المصائب حتى لا يشمت بنا شامت. وإن أردنا أن نحكي
مصابنا فاشكي فبثي شكواك لله سبحانه وتعالى، أو احكي لمن تطمئني أنك لن تدخلي على قلوبهم الحزن وفي نفس الوقت لن يشمتوا في مصابك. أسأل الله عز وجل أن ينجيك من كل بلاء، وأن يرزقك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.